العنوان: الصديق وقت الضيق. أم كان مجرد شعار؟ كان أنس شابا طموحا يعمل بجد على مشروعه الصغير، محاطا بدائرة واسعة من الأصدقاء. كانوا لا يفارقونه، يضحكون معه، يسافرون، ويتقاسمون اللحظات الجميلة. شعر دوما أنه محبوب، وأنه ليس وحده في هذه الحياة. لكن دوام الحال من المحل. وقعت أزمة مالية حادة، خسر بسببها معظم رأس ماله، وبدأ يشعر أن الأرض تنهار من تحته. لجأ إلى أصدقائه، أولئك الذين تقاسموا معه الفرح، فخذلوه في الحزن. أحدهم تجاهل اتصالاته، والآخر اختلق الأعذار، وبعضهم لم يكلف نفسه حتى بالرد. حتى أقربهم، من كان يلقبه بأخي، أدار له ظهره في صمت. شعر أنس بالخذلان الحقيقي. لم تكن المصيبة في المال فقط، بل في انكسار الثقة، وفي انكشاف الوجوه. لكن وحدته لم تكن نهاية، بل بداية. بدأ يقرأ ويبحث عن المعنى من جديد. وجد في كتب مثل دع القلق وابدأ الحياة، وفن اللامبالاة، ضوءا صغيرا أضاء له عتمة الطريق. أعاد بناء نفسه، خطوة بخطوة، دون شكوى، دون انتظار من أحد. نجح مجددا، لكن قلبه تغير. صار أكثر نضجا، أكثر حذرا. وتعلم أن الأصدقاء الحقيقيين لا يختبرون في الضحك، بل في لحظات الانكسار. فليست كل يد تمتد في الفرح صادقة في الألم. اشترك، فالقادم أجمل.